عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. اليوم باش نعمل مع بعضنا دبارة أخرى من دبارة سيدي رمضان. البلا برانسيبال متاعنا كما تشوفوا باش نعملوا طبق متاع حوت. الحوت باش نعمل معاها البطاطا. كما تشوفوا أنا اخترت الشرائح متاع الحوت هذه، أنا شريتها جاهزة كما تشوفوا، يعني من الحجم المتوسط. ابقوا معايا باش تشوفوا طريقة تحضير الطبق الرئيسي متاعنا والتتبيلة بالطبيعة. ما تنسوش باش تعملوا لايك الفيديو، اشتراك في القناة اللي مازال ما شاركش، فضلا وليس امرا. في مرحلة اولى عندي القطع متاع السمك او الحوت باش نفوحهم او نملحهم معناتها تمليحة خفيفة كما تشوفوا، بالقطعة بالقطعة ولا نحطهم مع بعضهم تمليحة صغيرة. بالنسبة للتتبيلة أنا عندي لهنا نص مغرفة طماطم معجونة. إذا عندك طماطم الفرشكة مرحية تنجم تحط مغرفة مغرفتين، شوية ماء كما تشوفوا باش نحلهم مع بعضهم، باش نحلها بالباهي حتى اللين معناتها يتخلط الماء مع الطماطم. باش نزيدها لهنا مقدار مغرفة ولا مغرفتين سيترون ليمون كما تشوفوا. باش نحط لها شوية فلفل أكحل باش نملحها بطبيعة الملح حسب الرغبة، نقراو بحسابنا اللي الحوت بطبيعته مملح. شوية فلفل مهروش كما تشوفوا. انا عندي لهنا هروس مصبر كما تشوفوا، اسبق وعملته معاكم. هذا فلفل ني مفور ومفوح معناتها وطايب شوية على النار، بنين برشا جربناه. واللي يحب معناتها يرجع للتفاصيل نتاع الفيديو على قناتي كويزين درشا بن باهر. باش نحط منه مغرفة اثنين مبدئيا، باش نحط مغرفتين باش نخلطهم بالطبيعة مع الصوص تاع الطماطم كما تشوفوا. باش نزيدها مغرفة متاع ثوم نخلطها بالطبيعة، ثوم مرحي ولا ثوم زاده كيف بودر، كل واحد بالطبيعة اللي عنده. مغرفة صغيرة كمون، نعرفوا اللي الحوت معناتها الفحم تاعو الاساسي هو الكمون، هو اللي يعطيه بنة على بنة. باش نزيدها شوية ماء باش الصوص معناتها نحلها شوية معناتها باش تجي خفيفة، باش كي نحطوها في الفور معناتها ما تنشحش فيه ساعة يتبخر الواحد ومعناتها معناتها الحوت يجينا شايح. دونك نزيدو الماء يعاوننا برشا باش يجي معناتها الحوت راوي وتبقى لنا شوية صوص في البيركس لهنا. باش ناخذ توا الحوتات نتاعنا باش نغمسهم في الصوص كيف ما تشوفوا بالطريقة هذه، ونصففهم بجنب بعضهم. اذا كانت طبق البيركس ما هزش نولي نقسم على اثنين ولا نحطهم في وحدة اخرى. فوالا كما تشوفوا الصوص بالحق ريحتها فاوحة، وهذه بالحق اللي تخلي معناتها السمك متاعنا او الحوت يجينا بالحق بنين. انا الحق الوصفة هذه خديتها على صاحبتي مصرية عجبتني، كليت عندها مرة الحوت وعجبتني التتبيلة، الحق ما بخلتش عليا وعطتها لي التتبيلة. فوالا كما تشوفوا انا باش نزيدها لهنا شوية ماء، باش نزيدها شوية زيت باش ما يجيناش معناتها الحوت شايح، جوست هكا تخرخيطة صغيرة. فوالا باش كله معناتها يتشرب معناتها الفحات اللي موجودة. عندي لهنا كعبة بطاطا كما تشوفوا قصيتهم بالشرافة نتاع البطاطا باش نحطهم لهنا نصففهم في البلاتو كله بجنب بعضهم، ونحاول لهنا نوصل لهم الصوص. هما في حد ذاتهم معناتها يتخلطوا بالصوص اللي عملناه يتشبعوا منها. ولا كما تشوفوا بالطريقة هذه. فوالا
نكملوا نحط لهم الفلفل، ونحط لهم الطماطم بطبيعة اختياري. بالنسبة للي ما عندوش الهروس ينجم بطريقة سهلة برشا، كعبة بصل، كعبة فلفل، كعبة طماطم، يرحان في الميكسور ويخلط معناتها، يحطهم معناتها طول فوق الحوت. ولا كما تشوفوا هي فكرة معناتها سهلة وبسيطة وتفوح بالباهي. لهنا عندي شوية أحشاش بما فيهم الحبق، باش نحط شوية يزيدها بنة على بنة. ولا كما تشوفوا. وتوا ما بقى لنا كان باش نحطها في فور بطبيعه مسخن مسبقا على درجه حراره 180 درجه. اللي يحب يغطيها معناتها بالبوبي كويسون وبابي الومنيوم ينجم يغطيها بالطبيعه للي عنده ويخليها تطيب. عيننا ميزانه معناتها ردوا بالنا ما تفوت 20 دقيقه نص ساعه، خاطر تعرفوا اللي الحوت ما عندوش روح معناتها في ساعه ما يطيب. فوالا في الأثناء المسلم تاع الحوت يطيب، أنا نحب نرضي الناس الكل اللي يحب الحوت في الكوشة معناتها ياكلو نعملوله، واللي يحب معناتها كعابر نتاع الحوت زاد كيف نعملوله. هذا باش نرحيه توا. وعندي البطاطا لهنا قصيتها طريفات صغار باش نحطها تطيب على النار، تطيب شوية في الماء باش نملحها بالطبيعة ونحطها على النار بطبيعة تطيب لمدة 10 دقائق، ما نخلوهاش تطيب على الاخر. والحوت بالطبيعة باش نحطو على كاس لمدة 5 زاد كيف 10 دقائق، جوست تفويرة صغيرة كيما تشوفوا. البطاطا والحوت كملت سي معناتها فورتهم كيما تشوفوا صفيتهم. لهنا الحوت هكا نظفته ونحيت منه معناتها اذا كان فما شوك ولا حاجة ردوا بالكم، خاصة اللي عندهم صغيرات يردوا بالهم الشوك. فوالا وباش نحطهم لهنا في ميكسر باش نرحاهم البطاطا وال السمك كما تشوفوا بالطريقة هذه. لهنا من بعد ما كملنا رحينا البطاطا والحوت كما تشوفوا، باش نعملوا لها تفويحة صغيرة، شوية ملح، شوية فلفل اكحل، شوية فلفل احمر، فلفل زينة بالطبيعة. اللي يحب لونها احمر، اللي ما يحبش يعمل شوية هروز زاد كيف اللي ما يحبش ينجم يعمل شوية كركم ولا ما يعملش بالكل، شوية تابل وشوية تابل وشوية كمون. فوالا كما تشوفوا. هنا زاد باش نزيدها شوية ثوم، غرفة صغيرة ثوم ولا سنتين ثوم يبننها بالحق، يزيدها بنة على بنة الثوم. عصرة صغيرة ليمون شوية مش برشا، للي يحب الطبيعة اختياري. هنا عندي عظمة باش نحطها عظمة كاملة باش نخلطها توا مع بعضها. اذا حسيتها جارية شوية نزيدها شوية فرينة قدر مغرفة صغيرة ولا كبيرة انتي والاحتياجات متاع الحشوة بالطبيعة. فوالا انا لهنا حسيتها ناقصة شوية، حط لها مغرفة وشوية كبيرة فرينة باش نلمها بالطبيعة ونشوف باش كي نجي نشكلها معناتها طوعني ما تجيش سايلة على الاخر. كما تشوفوا نكمل نخلطهم بالطريقة هذه. لهنا باش نشكلوا الكوائرات نتاعنا نتاع الحوت، لي بول نتاع الحوت هذوما كما تشوفوا يجي معناتها باش نعملها بشوية زيت، باش ناخذ شوية بالمغرفة ولا بيدي كما تشوفوا بالطريقة هذه. باش نحط فيها عندي لهنا فرماج قصيتهم طريفات صغيرين، هذوما يبننوا معناتها الكفتة جوست بالطريقة هذه كما تشوفوا. نكعبرهم الحجم اللي تحبوه صغار ولا كبار، انا باش نحاول نعملها متوسطة الكعبة ونحطها لهنا في الفرينة كما تشوفوا. كان عندك شابلور تنجم تحطها كسوا خبز ولا شابلور حاضرة بالطريقة هذه كما تشوفوا. نزيد نسمعها ميسالش هكا تعطينا فورمة مزيانة
ونكملهم الكل بنفس الطريقة. نزيدو نعملو كعبة أخرى. فوالا كيما تشوفوا ديريكت للفرينة. كعبة الكفتة كيما تشوفوا كملت شكلتهم وسمحتهم، فطرتهم شوية هكا باش يجي منظرهم مزيان. لهنا عندي زيت للقليان. كيما تشوفوا الزيت لهنا انا عملتها متعمده، حطيت في طنجره صغيره احسن من المقله، لانه الكفته ديما يلزمها تطيب في زيت غزير شويه. كل ما تكون معناتها الحاجه اللي باش نقلوا فيها صغيره كل معناتها ما نستهلكوش برشا زيت، وفي نفس الوقت تطيب لنا الكفته بالباهي. باش نحط توا الكعبات نتاعنا. الزيت لازم يكون سخون، نحاولوا بصبعنا نسمحوه باش ياخذ نفس الفورمه. كيما تشوفوا نحطوا معناتها وشنو اللي يرفع عنا كعبات اللي يرفعونا معناتها 3 ولا 4 كعبات. انا مانيش باش نحط كميه كبيره. فوالا كيما تشوفوا ما نحركوهاش برشا، نخليها لهنا حتى اللي تطيب شويه، نقلبها على الجهه الاخرى. ماذا بينا ما نقوش النار برشا. كيما تشوفوا نطيبوها معناتها ماهيش غامقه برشا اللون وماهيش فاتحه معناتها. فوالا وقت اللي نشوفوها طابت نخرجهم من الزيت ونحطهم على بابي ابسوربون كيما تشوفوا لهنا باش يشرب لنا الزيت. نكملوا الاخرين زاد كيف بنفس الطريقه كيما تشوفوا. كعبات الكفته كيما تشوفوا كملت عملتهم. بسم الله ما شاء الله نمدكم ومن شهيكم. شوفوا بالحق البنه، شوفوا الفرماج من داخل. بالحق الكعبه زادها بنه على بنه. نزيدوا نشوفوا كعبه اخرى. شوفوا بسم الله ما شاء الله هيك المنظر معزو. ولا هكا نكونوا كملنا معناتها الكعبه الكفته نتاعنا. اونتر طون الواحد يجيب المصلي نتاع الحوت نكملوه زاده ونوريكم. تبقى الحوت في الفور كيما تشوفوا كملناه او كيما نحب نسميه زاده مصلي حوت في الفور. كيما تشوفوا هكا مازال سخون هكا، حتى الصوص مزات فيه. الحوت طايب في حقه. ما نحكي لكمش على الريحه الفاوحه نتاع الكمون والبنه نتاع الحوت اللي ماليه الدار. فوالا هكا نقولوا كملنا البلا برينسيبال الكعابر نتاع الحوت والحوت في الفور كيما تشوفوا. مزات لنا توا الشوربه بالطبيعه باش نكملوها مع البلا نتاعنا. بالنسبه للشوربه انا اخترت اليوم باش نعمل شوربه شعير ولا شوربه فريك كيما يسميها البعض. باش نحط منه شويه زيت نباتي ولا زيت زيتونه كيما تحبوا. باش نحط شويه ثوم نقليهم مع بعضهم. دوب ما يتقلى البصل نحط طماطم. انا هنا باش نعمل مغرفه كبيره نتاع طماطم معجونه. انا باش طيب كونتيتي كبيره، هي ما تحبش برشا راي طماطم لشوربه الشعير. مي انا باش نعمل الكونتيتي نتاع نهارين هذاك علاش زودت كيما تشوفوا. نقليها شويه طماطم لمده دقيقتين 3 دقائق كيما تشوفوا. نزيدها شويه الملح بالطبيعه الملح حسب الرغبه. لهنا باش نحط لها الشعير او الشوربه نتاع الشعير كيما تشوفوا لهنا باش نحطها. انا اخترت كونتيتي نتاع نهارين جوست باش نعمل له تقليه صغيره. اللي يحب ما يحبش يقليه زاد راهو يجي معناتها مش بالضروره تقليه. مي احنا تعودنا معناتها نقليوها شويه. في الحالتين تنجح الشوربه وتجي بنينه. لهنا باش نزيدها شويه قفاح وشويه فلفل احمر شويه مش برشا. انا باش نحط الكركم شويه قدر ربع مغرفه صغيره جيست هكا زاده تحريكه صغيره. باش نمرقها بشويه ماء
ونزيدها شوية الحمص وشوية اللحم البقري. انا باش نعملها بالبقري وكونجولي اللحم باش نخليه معناتها شوية باش يتحل في الطنجرة مع التخليط المستمر بالطبيعة. نخلطه مع شوية تحريك بالطبيعة مع التحريك المستمر. باش نزيد شوية الفلفل اكحل. انا نحب نفوح كل شيء مع بعضه ونقلي جست مع تقلية صغيرة. ومن بعد نزيد شوية كركم تقريبا ربع مغرفة صغيرة، ربع مغرفة بليتو كبيرة، جست تقلية صغيرة. وبعد توا باش نمرقها لهنا باش نزود لها الماء مرة واحدة ونخليها تطيب بالطبيعة في الماء نتاعها بشوية. ماذا بينا نقصوا عليها النار على الاخر، خليها نار هادية باش تجيب في عقل عقلها ويجيب اللحم معناتها اون باراليل كله مع بعضه. وما ننساوش بالطبيعة الاستيس المهم اللي باش يعطي معناتها معناتها للشوربه نتاعنا بنه، اللي باش يزيدها بليتو بنه، هي الكلافس او الكرافس كما يسمها البعض. هذه بالحق تبنن الشوربه. انا عندي كونجولي مرحيه منظفه ومرحيه، حطيتها كونجولي باش نحطها بطبيعتها باش تتحل من بعد في الشوربه. فوالا هذه توا كيما تشوفوا باش نغطيها ونخليها تجيب في عقلها. الشوربه نتاعنا كيما تشوفوا كملنا طيبناها بسم الله ما شاء الله. نودكم ولا نشهيكم ريحه سيجي رمضان بالحق فاوحه في الدار الكل ما شاء الله. اسس صغير جوست معناتها حبيت نضيفه. الشوربه ما تهبطوهاش عاقده، هبطوها جاريه شويه باش لو طون تبرد معناتها تعقد شويه، ما تجيش معناتها كلها كما نقولوا احنا صبه واحده تولي جامده منظرها مش حلو. في نفس الوقت القوم تاعها زاد كيف يولي مش حلو. تو باش نصبوها في السوبير. نحاولوا للماكسيموم ان نمسحها على جنب، ما نخليهاش معناتها كيف ما تشوفوا مسخه. فوالا وهكا نكونوا كملنا الشوربه نتاعنا والحمد لله. هذه معناتها ناقصه كانت باش تحط على المائده نتاع الافطار، ديجا قرب الوقت نتاع الافطار. فوالا نكملوا ان شاء الله بقيه الدباره نتاعنا. بالنسبه للديسير انا اخترت باش نعمل سلطه دو فروي، سلطه غله كما تشوفوا. عندنا لهنا التفاح، الانزاس، عندنا الاناناس، عندي البنان، وعندي التمر. بالطبيعه انا باش نعمل كميه صغيره بحكم انه كل واحد في العائله شنو يحب ياكل. دونك معناتها اخترت اني باش نعمل شويه كونتيتي مش برشا. فوالا هذوما غسلتهم وبالطبيعه ونظفتهم. باش نقص في مرحله اولى الاناناس، نقصه قطع صغيره كما تشوفوا. مستحسن تكون قطع صغيرة باش تعطينا منظر باهي حتى في الكوب. نحطهم لهنا اللي كما نقصه كله. في مرحلة ثانية توا نكمل نقص التفاح. التفاح اللي خليت له معناتها القشره نتاعو باش يبقى محافظ على الفيتامينات نتاعو، خاطر القوه الكل في معناتها في القشره. فوالا كما تشوفوا بنفس الطريقه قطع صغيره. نكمل نفس العمليه مع الانزاس ونكملها زاد كيف كيف مع التمر والموس، ونوريكم النتيجه النهائيه بالطبيعه. ونفرغوهم بالطبيعه في صحفه ونبول.
بالنسبه للتفويح نتاع السلاد فروي، جوست معناتها باش نحطوا لها عصره قارص باش ما تبدلش اللون ولا تتاكسدش باش ما تتاكسدش معناتها الغله اللي في وسطها. عصره قارص باهيه ونخلطوها، ومن بعد بالطبيعه نزينوها باللي نحبوا. انا باش نعمل لها توا الدريساج نتاعها في صحافي. نجم حتى تبدل الالوان، تدخل عليها مدالينا برقدان معناتها باش نبدلوا اللون برا. باش نحطوها توا نعملها الدريساج نتاعها في صحافي. بالطبيعه انت والكونتيتي اللي تحبها. فوالا ناقصه صحفه اخرى مش مشكله، نرجعهم هذوكم. البلون دو ترافاي نضيف. فوالا انا لهنا اخترت نعمل لها كعبه ياغورت كديكور من فوق. انا من احباء الغله مع الياغورت، حاجه بالحق بنينه. اللي عنده كريم شانتيه يحب يعمل كريم شانتيه يعمل، بالطبيعه كل واحد واختياراته. جيست باش نحط شويه من فوق كيما تشوفوا، بحاجه بسيطه وفي نفس الوقت صحيه. نبعد شويه على البسبوسه وعلى الهريسه وعلى اليوك، الحاجات الحلوه نبدلوا بحاجات طبيعيه. عندي لهنا التمر باش نزين، التمر اللي نحيت له القلب نتاعو من داخل، باش نزين بشويه تمر كيما تشوفوا. فوالا وهكا نكونوا كملنا الديسير نتاعنا، حاجه بنينه وريبريزونطابل نمدكم ولا شهيكم. فوالا لهنا جا البالي باش نعمل لها شويه حلوى احنا يبيعوها معناتها في العياد. جوست معناتها اذا عندك يعني شويه تبديل المنظر وبرا. فوالا كما تشوفوا. وهكا نكونوا كملنا دبارتنا لليوم. ان شاء الله تعجبكم، وصحه بشفاء وصحه فطوركم ان شاء الله. واخر دعوه من دعواتنا دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم على مائده الافطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. الدعوه هذه انا تعلمتها وعلمتها لصغاري، انتم زاد كيف علموها لصغاركم. ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ويتقبل منا الصيام نتاعنا. نشوفكم ان شاء الله في دبارة اخرى.